السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل حاجه بسيطه وهنغير في نوع الفراخ، وهنعمل حاجه جديده كل الاطفال وكلنا بنحبها. اول حاجه هنجيب بصلايه كده كبيره وحلوه وقرن فلفل وهنضربهم مع بعضيهم، وعلشان البصل ينزل كل الميه اللي فيه هنحط له معلقه ملح صغيره علشان ينزل كل الميه اللي فيه. وهنصفيه كده بمصفايه، لان الاكله دي مش عايزين فيها اي نوع ميه. يعني ايه اي ميه؟ اي حاجه سايله مش عايزينها في الاكله دي علشان تطلع معانا متماسكه. وبرده مكان ما انا حطيت البصل والفلفل، هنجيب نص كيلو فراخ اللي هي صدور الفراخ. عندك بانيه ماشي، ما عندكيش بانيه هاتي صدور الفراخ واخليها. دول نص كيلو. هحط عليهم ربع كيلو دهن وفصين توم وهفرمهم في المفرمه. وبعد كده هجيب البولة دي وهنزل فيها اللي هو الفراخ اللي انا فرمتها مع الدهن. وهبدأ احط دلوقتي التوابل اللي انا هستخدمها في الاكلة دي. توابلها بسيطة وكل حاجة فيها بسيطة، هتنزل كل حاجة على بعضيها. ودلوقتي حطيت البصلة وجرن الفلفل اللي فرمتهم مع الفلفلاية اللي حطيتها وخلطتهم. ودلوقتي معانا معلقة فلفل اسود صغيرة بمعلقة الشاي، ومعايا معلقة كزبرة، ومعايا معلقة كمون، ومعايا معلقة اللي هو السبع بهارات، ومعايا كده شوية خضرة، بس شوية خضرة صغيرين متكتريش في الخضرة. وهنحط معلقة بابريكا، وهنبدأ كده ايه نقلبهم كده او نعجنهم في بعضيهم عشان كل حاجة تتجانس مع بعضيها وكله يطلع زي بعضيه. ودلوقتي هنبدأ ايه نعجن فيها كده شوية حلوين عشان تتلم معاكي وكله ياخد من طعم كله، الخضرة تتقلب والبهارات اللي انت حطاها كلها هتبقى في الخلطة اللي انت عاملاها. وبعد كده هنجيب صوصاج او صينية حسب ما تحبي، وهندهنها كده بذرة زيت صغيرة، بحبة زيت صغيرين ما تكتريش عشان هي فيها مادة دهنية اللي هو الدهن اللي احنا حاطينه. وهجيب العصيان بتاعت الشيش طاووق دي وهغسلها يعني هبلها ميه في الاول، وهبدا اصبع كده زي صوابع الكفته بس على الشيش طاووق. يعني انت تصبعيها كده على العصيان بتاعت الشيش طاووق، وهتبداي كده ترصيها جوه الصينيه او الصاج بتاعك. ولما تحسي ان ايدك لبكت كده في الخلطه اللي انت عاملاها، وان شاء الله ما يحصلش كده، بلي ايدك بحبه ميه بسيطه وحطيه جنبك كده بولة ينفع تحطي ايدك فيها، وبلي ايدك ميه وابدأ رصيهم كده جنب بعضيهم. وفي الوقت ده المفروض ان انت تروحي تشغلي الفرن علشان تدخليهم لدرجة على درجة فرن عالية. بعد كده هجيب معلقة صلصة وهحط عليها ذرة ملح، وهحط عليها نقطتين مية، ما تكتريش مية، نقطة صغيرة بسيطة. وهبدأ ادهن الوش عشان تطلع كده بتلمع ويبقى لونها حلو. وبعد كده هدخلهم الفرن على درجة حرارة تكون الفرن عالية من تحت، او درجة حرارة 170. ما عندكيش تايمر في الفرن عادي، شغلي الفرن عادي ودخليهم اكنك بتدخل كفتة عادية، بس ما تعليش النار من فوق. ما تدخليش الكفتة على نار عالية من فوق، حاولي ان انت تدخليها تكون الفرن شغالة من تحت بس عالي، ومن فوق يا دوب كده زي دمعة العين، حاجة بسيطة. وبعد كده بعد ما تطلعيهم من الفرن سيبيهم كده يهودوا شويه من حراره الفرن. وبصوا شكلها من جوه حلو ازاي، وطعمها كان خطير خطير جدا. وبصوا بتخلع كده ما بتشبكش يعني في الصاج او الصينيه اللي انت حاطه فيها. عندك ورق زبده حطي ورقه زبده، عندك ورق المونيا حطي برضو فرخه المونيا مش مشكله، بس هي بتطلع حلوه ومش بتمسك، يعني مش بتمسك. واللي هو انتوا شايفيه. وبألف هنا وشفا يا رب لكل الاكل.